اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده كده باذن الله هعمل معاكم روتين خفيف كده اهوت وبسيط خالص. هعمل كده اهوت. انا قلت ان انا هعمل لكم معايا في الروتين اللي فات، قلت هعمل اوضه البنات والاوض كده اهوت. بس طبعا اوضه البنات لازم يشمل معاها اوضه الليفين، يعني اللي هو الليفين، والاوضه التانية يعني الاوضه التانية هي الليفين وفيها برضو سريرين تاني للولاد. فطبعا هنعمل معاكم الاوضه ديت عشان خاطر البنات بقى بتمتحن وكده اهوت، فمحدش فاضي مذاكره وامتحانات وكده اهوت، فمحدش فاضي ان هو ايه يلم. حتى هم بيجوا بيقلعوا هدومهم كده ويسيبوها، اللي يقدر يشيل حاجه بيشيلها، ما بدقش على حد يعني، بسيبهم يعملوا اللي هم عايزين. هنا بلم برضو الشنط بتاعتهم، حتى مليانه برسل الحاجه بتاعتهم كده اهوت، اللي هو الميه والقهوه الكافيه اللي هم بياخدوه معاهم والحاجات دي. فبلم لهم كده حاجاتهم، وبلم برضو الهدوم اللي هي إيه هشغل الغساله عليها. طبعا مادام بنفض كده اهوت لازم اشغل الغساله جنبي، بشغل ايه، اشوف الحاجه اللي انا هعملها يعني. بدات ان انا انفض لهم كده الاوضه بتاعتهم وبروقها لهم. طبعا دي حاجات اللي هم بيتغطوا بيها بتبقى حاجات خفيفه كده للغطا كده اهوت، عشان لسه الجو ايه شويه بيسقع، بيجي على الفجر كده وبيروح مسقع شويه، فبيبقى فيه غطا ايه موجود معاهم. روقت لهم بقى كده الاوضه بتاعتهم كده ولميتها، وابدا ان انا المع برضو الحاجه بتاعتهم. بس طبعا انا عملت التنظيفه ديت والمسيح دوت الدور اللي انا عملته ده كله. والحمد لله انا بسجل لكم النهارده، والعاصفه كده هو الترابيه يعني خانقانا خالص، يعني خنقتنا من التراب، وفي نفس الوقت ملت الدنيا تراب خالص في الشقه كاني ما عملتش ولا حاجه. بس طبعا مش مشكله يعني، ايه كده كده احنا بننضف على طول. بس دي طبعا التنفيضه بتاعه التراب دي لازم هندلق فيها ميه بكتره، يعني هندلق ميه، يعني مش هينفع ان احنا نمسح بالمب ولا الكلام ده كله. هدلق ميه بقى كتير، لان عندي الدنيا اتملت تراب خالص، يعني حتى البلكونات بقى اتردمت من التراب، يعني اكتر حاجه هي اتردمت البلكونات. لكن الشقه عموما يعني ايه مشيت عليها بالمكنسه كده اهوت، والدنيا هديت كده معايا في الشقه. بس كانت التراب كتير قوي قوي في الشقه يعني. بس الحمد لله يعني، ربنا يعيننا برضو ونقدر ان احنا نكمل برضو تاني، لان برضو لسه العيال بتمتحن، محدش لسه هيعمل معايا حاجه يعني. انا محدش هيعمل معايا حاجه، لان هسيبهم صراحه بيمتحنوا، يعني اخليهم بيذاكروا وبيمتحنوا ويشوفوا اللي وراهم. اما بيخلصوا بقى في الاجازه، خلصوا في الاجازه كده اهوت برضو بيساعدوني. انا بسيب بصراحه الحمل عليهم خالص في بتاع الشقه خالص في الاجازه يعني. بس طبعا بحب ان انا انضف لهم كده واروق لهم، بيبقى ايه نفسيتهم مرتاحه وهما بيذاكروا، يبقى في رواقه كده اهوت. طلعت طبعا السجاد بقى كله كده اهوت على البلكونه كده اهوت، بحس ان الشمس حلوه، فمطلعاه. طبعا ده قبل العاصفه، انا بقول لكم التنفيضه دي كانت قبل العاصفه من حوالي 3 ايام كده اهوت، يعني هي مش دلوقتي، انا بسجله دلوقتي اليوم دوت، فقلت ان انا هسجله وانزله كده اهوت. قبل بقى التنفيضه بتاعت العاصفه، لما لقينا بقى لقيت العاصفه كده، قلت لا ده انا لسه هنضف تاني ايه، فانزل بقى الفيديو دوت ليكم. ما تنسونيش بقى بلايك للفيديو، دعموني كده بلايك حلو كده وكومنت جميل كده منكم، تشجعوني كده عليه وتشجعوني بالاستمرار، عشان صراحه بيجي لي اكتئاب كده. بقى عندي فيديوهات كتير وعايزه انزلها، وانزل كل يوم فيديو، بس طبعا مش بلاقي تفاعل على القناه، فمش بنزل حاجات يعني ايه، بروح إيه ساكته كده اهوت سايباها، يعني ايه لما تجيب مشاهدات شويه، يعني ايه مش هحرق فيديو بفيديو يعني. تمام كده اهو، خلصت كده الاوضه دي كده اهوت خالص، وعملتها كمان لمعتها. طبعا البلاط الغامق دوت بيبان عليه بصمه بتاعه الرجل، اي حاجه بتبان عليه بسرعه، فلازم دوت طول الوقت ان انا بمسح فيه، طول الوقت بلمعه، طول الوقت ان انا ايه يعني ايدي فيه على طول، عشان يفضل باين بيلمع، لان انا مش بفرش، مش بغطيها كلها بالسجاد. انا بدات في الاوضه بتاعه العيال من الاوضه التانية، بلمها كده بروق عشان هشغل طبعا الغساله، فبلم الملايات، لميت البطاطين عشان هغسلها خلاص، الجو مش محتاج بطاطين اصلا، فلميتهم كلهم، حطيتهم كده البطاطين حطيتها في قلب الطبق كده، دي اللي هغسلها فيه. فطبعا طول ما انا بروق انا بخش هدوس عليهم شويه كده، وحطيت عليهم المسحوق، وحطيت عليهم حطيت اريال وكلور وكده اهوت، وبقعد اغسلهم بقى كل شويه، بس بغير الميه من اول، بغير الميه عليهم مرتين كده، ادوس عليهم، بعد كده احطهم في المسحوق بقى، وكرول او كرول ورابسو، وبقعد ادوس عليهم بقى لحد ما تطلع منهم النظافه خالص كده اهوت، احس ان هم نضاف. بعد كده بنزلهم وابدا ان انا اشطفهم مرتين 3 لحد ما يروح منهم الصابون. طبعا انا ما صورتش ده لان ايه، انا بروق كده اهو، وبخش ان انا اعمل شويه على البطاطين كده، ادوس عليهم، وخليت برضو عبد الرحمن يدوس شويه.
يدوس عليها شويه. هو برضو انا شويه وهو شويه، هو بيحب بقى الحاجات دي، يحب ان انا اغسل سجاد، يحب ان انا اغسل بطاطين، الحاجات دي بيحب بقى يعيش هو بقى في الحاجات دي، فانا بسيبه معاهم يعني. كده كده بيساعد والحاجه بتنضف يعني. كده خلاص احنا بدأنا في الأوضة التانية. أنا قلت برضو بدأنا في الأوضة التانية الليفن. خلصت بقى أوضة البنات، وطبعا بخلص دي فبطلع بروق الأول، وبعد كده أطلع السجاد، وبعد كده أمسح وكده اهوت، حاجة حاجة يعني، علشان ما تقلش على نفسي كل الحاجة يعني، ما بقاش الشغل تقيل قوي عليا. خلاص اطلع السجادة كده تقعد في الشمس شوية، الشمس حلوة قوي. اطلع بقى عليها السجاد كده يتحمص كده شوية. بص بقى الدنيا، التراب بقى في البلكونه اللي احنا شايفينها، والسجاد اللي موجود ده، السجاد ده عايز يتعمل بالمكنسه الاول، وبعدين نبقى نمسح البلكونه. انا قافلاها دلوقتي، محدش بيخشها خالص بعد اللي حصل، هي الشقه بس اتنفضت كده اهوت بالمكنسه وخلاص. محدش هيخش البلكونه تاني عشان ما يجيبش تراب من البلكونه على الشقه. على بال ما هشوف انا هعمل فيها ايه يعني. انا عايزه يوم يكون فيه صحه. خلاص كده هفرش بقى الملايات بتاعه الاوضه، الاوضه الصغيره. افرش لهم ملاياتهم كده، بغير بقى الملايات واغسل الملايات التانية ونفرش ملايات جديده والمعها كده اهوت. وطبعا نفضتها كلها. انا شفنا برضو ان احنا نفضنا الركنه، الحاجه اللي بتقع من تحت الركنه وكده اهوت. في الحتت دي طبعا هي كنبتين، كنبه وشезлونج يعني. انا ايه، هي ركنه على بعضها، لما بتحط ركنه على بعضها، وفي نفس الوقت ممكن ما فيش مكان ان هي تتلم على بعضها، فبتبقى كنبتين جنب بعض يعني. خلاص هنا الصاله، عشان انا عامله الصاله قبل كده معاكم، فمش محتاجه ان انا ايه، انا امسحها قوي يعني. انا مسحتها مسحه حلوه، كنت عامله روتين معاكم فيها، كنت عاملاها كويس، فمش محتاجه ان انا ايه اشيل سجاد وكده اهوت. انا كان اهم حاجه عندي اللي هي اوضه البنات، والاوضه اللي بنقعد فيها على طول دي على طول لازم تتمسح. عملنا اي حاجه لازم تتنضف يعني، هي يوميا بتتعمل فيها شغل يعني. بقيه الشقه ممكن تبقى نظيفه، تفضل نظيفه، الا هي يعني لازم على طول بتتروق. خلاص وبمسح بقى الصاله كده، بلمع من حوالين السجاده والحتت العريانه كلها بلمعها. برده في سجاده كده بشيلها وبمسح حوالين اللي هي قدام باب الشقه على طول، وبمسح تحتيها. هنا طبعا قدام باب الشقه المدخل مش نظيف، فانت مسحتي لازم تنضفي قدام باب الشقه كده اهوت، بحيث ان اي حاجه جوه اللي بره دي كلها ما تخشش على الشقه تاني. وفي نفس الوقت بتديكي راحه كده نفسيه، ان انت نضفتي من بره ومن جوه من كل حته يعني. هلم دول وببدا برضو ان انا امسحها برضو بالموب بتاعنا. بقيت دي كده كانت اخر حاجه ان انا مسحتها يعني. كده خلاص انا خلصت الشقه كلها، وجيت اخر حاجه ان انا بمسح المدخل كده، والحته اللي قدام الباب دي كده بس يعني، مش بمسح كتير، هي السلمه اللي نازله وقدامنا. خلاص كده خلصنا كده اهوت. نحط بقى ايه، انا عموما بخلي العيال تقلع حذائهم بره علشان خاطر ما يبقاش فيه ايه تراب يخش الشقه كتير. خلاص خلصت كده البطاطين، بحطهم بقى على الكرسي كده، اطلعهم كده يصفوا ميتهم خالص، عشان لما اجي انشرهم يبقوا مصفيين خالص، ما يتعبوليش ولا يقعوا مني ولا حاجه وانا بنشر، فيبقوا ايه مريحين خالص، تبقى الدنيا ناشفه خالص. خلاص كده خلصت الاوضه والشقه كلها، وبفرشها كلها مع بعضها مره واحده. وطبعا مسحت البلكونات، عشان البلكونات بتدخل اي حاجه بتدخلها على الشقه، فالحمد لله ساعتها كنت مسحه. دلوقتي بقى ربنا ايه يعيني بقى في اللي حصل دوت، ويعينكم كلكم طبعا، دي علينا كلنا يعني العاصفه دي. خلاص كده الاوضه خلصت، الليفن خلصت، وطبعا البنات، اوضه البنات، وطبعا السجاده هنا عشان ما شلتهاش فبعملها بالمكنسه، لاني ماليش في التنفيض والكلام ده كله. حتى الشقه كلها برضو يعني، انا بعد ما بفرش الشقه حتى نفضت وشلت وعملت كل دوت برضو اشدها كلها بالمكنسه، عشان والطرق والارض وكل حته ممكن انت مش شايفه، بس في شويه تراب، في شويه عفار، في شويه وبر نزلوا من السجاد، فبعملهم كلهم بالمكنسه كلها. وطبعا هنا البلكونه اللي هي المنشر نفسه يعني، في بلكونه رئيسيه وفي المنشر برضو مسحتها كده ونضفتها يعني، ما خليتش الحمد لله فيها حاجه، بحيث ايه ما تدخليش اي عفاره على الاوض خالص. طبعا انا بوريكم اليوم كده من اوله بغسيله بمسيحه بتنفيضه بكل شيء فيه يعني. كلنا بنعمل كده في بيوتنا، بيبقى اليوم من اوله لاخره مادام نويتي تنفيض، فبتدام بتنفضي، بتطلعي غسيل، بتطلعي هدوم تغسلي، وتشغلي الغساله جنبك، بتعملي اي حاجه معاكي، فالدنيا الشغل ما بيخلصش خالص. وكده البطاطين بتاعتنا كده خلصت.
يعني نشفت. بص انا حتى وانا بنشرها خفيفه خالص ازاي، مش تقيله، بسيبها ان هي تصفي خالص وبعد كده ان انا بنشرها. ده طبعا كده اخر الشتاء. ما تنسوش بقى بلايك عشان ده اخر الفيديو كده اهوت. وهنا شلت بقى البطاطين بعد ما نشفت، طبقتها وشلتها في الدولاب كده، خلاص خلصنا. بعد كده برضو ما هطلعهم على الشتاء اللي جاي هغسلهم برضو، لاني يبقى برضو قاعدين في الدولاب مش عارفين هم بيحصل فيهم ايه. كده خلاص الفيديو بتاعنا خلص، اشوفكم على